من جامعة قناة السويس نقدم لكم نشرة أخبار الجامعة، وفيها: الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة يستقبل المستشار التعليمي لسفارة الصين، ويستقبل المستشار الثقافي الروسي لسفارة جمهورية روسيا الاتحادية بمصر، ونقيب المحاميين بالإسماعيلية ووفد الجامعة الأمريكية. ويلتقي الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين. رئيس الجامعة يعلن أثناء جلسة مجلس الجامعة الأخيرة انطلاق المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمي بتشغيل 17 موقعاً إلكتروني للكليات وتشغيل البوابة الذكية، وتحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات تخصصية قادرة على تقديم خدمات متميزة. كما قدم الدكتور ناصر مندور درع الجامعة للدكتور عادل حسن لجهوده في إدارة المستشفيات ل4 سنوات متواصلة، وللدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات. الدكتور ناصر مندور يصدر قراراً بتكليف الدكتور عادل حسن نائباً أكاديمياً لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور أحمد أنور مديراً تنفيذياً للمستشفيات الجامعية. رئيس الجامعة يصرح: الالتزام يسود امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني. كما قام بجولة لتهنئة العاملين بشهر رمضان المعظم. مندور يعلن فتح باب التطوع لطلاب الجامعة بمبادرة حياة كريمة. الدكتور ناصر مندور يشارك في فاعليات تدشين مبادرة كتف بكتف، ويشارك كذلك في اجتماع اللجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية بحضور اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية. رئيس الجامعة يفتتح أعمال تطوير وتنسيق الموقع العام حول مدرج عثمان أحمد عثمان على مساحة 5200 متر. يذكر أن تطوير المنطقة هو إهداء من المهندس محمود عثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عثمان جروب. جامعة قناة السويس تقيم حفل تخريج الدورة الأولى لإدارة الأزمات والتفاوض بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، بمشاركة 122 بحث عملي تطبيقي. انطلاق مؤتمر شباب الباحثين العاشر، و6 جوائز لأفضل ملصق علمي، و3 جوائز لأفضل عرض تقديمي. أطلقت جامعة قناة السويس مجموعة ندوات توعوية بحقوق المرأة لطالبات المدارس بالإسماعيلية، وذلك في يوم المرأة العالمي. أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة تنظم ورشة عمل عن الوقت والاتصال، وتنظم عرضا مسرحيا للفنان سامح حسين بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. كليات الجامعة تواصل عقد مؤتمراتها الطلابية البحثية تمهيدا للمشاركة في المؤتمر الطلابي البحثي الخامس للجامعة، والمنتظر عقده في مايو القادم تحت عنوان واقع وتحديات التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وكلية الصيدلة تعقد مؤتمرها الطلابي البحثي السادس بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وأستاذ الصيدلانيات بها. ومن أخبار الرياضة والإنجازات الطلابية: الطالب مصطفى ذكري طالب الألسن يفوز بلقب نجم الدوم 2023 في مجال الغناء، و8 أبطال من ذهب بجامعة قناة السويس في كأس العالم للقوى البدنية بالغردقة. وطلاب الجامعة يحققون كذلك 18 ميدالية متنوعة ببطولة الجامعات لذوي الهمم. بطلة مصر وطالبة آداب القناة آية سويلم تفوز بأول العالم في بطولة الغردقة للقوى البدنية 2023. وأخيرا جامعة قناة السويس تستضيف 14 جامعة مصرية بالبطولة الثانية للرماية
على ضفاف القناة بنادي الشاطئ بالإسماعيلية. كانت هذه نشرة أخبار جامعة قناة السويس، قدمها لكم إعلام الجامعة. شكرا للمتابعة.